السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم بقناة سلمى للوصفات المصرية. النهاردة هنعمل مع بعض طريقة وصفة لسان العصفور أو شوربة لسان العصفور. أنا معايا هنا سمن على زيت. طبعا المقدار اللي انت تحبي تحطيه، ربع كيلو، نص كيلو، زي ما تحبي. دي طريقته سهلة جدا، بس أهم حاجة توطي عليه وتفضلي تقلبي وايدك تبقى شغاله فيه على اساس ما يتحرقش منك من الحب. قلب فيه لسه اهو لغايه ما يتحمر معانا. بيتعمل طبعا لو انت عايزه مثلا تسقيه بشوربه الفراخ او شوربه اللحمه او بميه عاديه، طبعا زي ما تحبي. ودي طريقه تانية ان شاء الله هعملها معاكم بصدور الفراخ والبصل باذن الله. بس انا اوريكم بس الاول الطريقه بتاعته اللي انا على طول بعملها. لسان العصفور ده لو انت هتعمليه ابتدي بيه مثلا بعد ما تسلق الفراخ او اللحمه، ابتدي بعمايله. وطبعا مثلا هتعملي الرز، تعمليه هو الاول، لان انا هقول لك ليه تعمليه هو الاول قبل الرز وتسيبيه حمر اهو. بس ابتدى اهو حمر، متخلوش يحمر قوي عشان ما يبقاش مر. لسان العصفور احمر معانا اهو. لو انت مثلا عايزه تجهزيه، بنيجي مثلا في رمضان بنحمر شويه كده كتار وبنخليهم في الفريزر، خليهم في علبه بطرمان بيكونوا جاهزين على طول. تحطي لسان العصفور وعليه الشوربه على طول. ده يعني يكون في رمضان حاجات كده من تجهيزات رمضان، او في الايام العاديه يعني تجيبي لك كميه وتحمريهم بالشكل ده كده وتحطيهم في بطرمان، تحطيهم في علبه وتحمر على طول. تجيبيه وتحمر على طول، حاجه بتبقى جاهزه. هو كده كويس كده التحمير بتاعه. بس خلاص انا كده خلصت الوصفه بتاعتي، خلصت. بس طبعا احنا جايبين معانا شوربه، هنا شوربه الفراخ، وطبعا تكون سخنه وتكون مغليه، وتروح حطاها على لسان العصفور. بسم الله كده بالشكل ده كده. هي تكون سخنه وطبعا هو كمان سخن بالشكل ده. ونعمله قبل الرز عقبال ما الرز يتعمل يكون هو استوى. ازاي بقى اقول لكم؟ طبعا الشوربه دي مملحه، فيها الملح وفيها توابل وفيها كل حاجه اهي بالشكل ده كده. بس اهو بتزود على حسب ما تحبي بس. وهطفي عليه. قلت لك ليه تعمليه قبل الرز؟ لان انا طفيت عليه وهو هيسوي نفسه بنفسه، ما تغلوش ولا اي حاجه، هو هيسوي نفسه بنفسه. هي دي التكه اللي عندي. تسيبيه كده على جنب وتعملي الرز بتاعك وتشوفيه. طبعا جيتي ميعاد الاكل تروحي مسخناه شويه، لان انت لما بتغلي لسان العصفور تفضلي تغليه بيشرب الشوربه، ومهما تضيفيله هينشي معاكي ويزيد ومبقاش حلو. تقولي لا ده العيب في لسان العصفور. بالعكس، انا بجيب لسان العصفور اللي هو السايب وبيبقى جميل جدا، وبعمله بنفس الطريقه دي وبيبقى حلو جدا. بس انا كده طفيت عليه وهوريلكم ان شاء الله. انا لسه هعمل الرز وهوريهولكم لما يكون خالص على السوا، كمان بتحسي بطعمه كده وانتي بتاكليه. بس انا كده طفيت عليه وهسيبه شويه كده حوالي كده ربع ساعه، وهوريكم سوا ان شاء الله، وما يكونش زاد ولا شرب الشوربه بتاعته. شوربه لسان العصفور بقت جاهزه معانا اهي واستوى خالص اهو. انا طفيت عليه من ساعتها واستوى بالشوربه اهو. طبعا هتقدميه فبتسخنيه شويه طبعا، ما تخلوش طبعا يفضل يغلي كده، لانه هيزيد خالص والنشا بتاعه هيزيد وهيشرب الشوربه وما يبقاش حلو. طبعا هسخنه شويه ونقدمه ان شاء الله. الشوربه جاهزه معانا اهي، هنقدمها ان شاء الله وهنغرفها في الطبق. الشوربه انا غرفتها كده وبألف هنا وشفا. ان شاء الله تعجبكم الوصفه البسيطه دي، وتقدمي طبعا معاها الليمون وتحطي على وش فلفل اسود كده وبألف هنا وشفا. ان شاء الله تكون الوصفه عجبتكم البسيطه دي باذن الله. جربوها وان شاء الله هتعجبكم باذن الله. بشكركم جدا، والى اللقاء مع وصفه جديده من وصفات سلمى، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.